بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنا راح ندير لكم طمينه بيضاء سكيكديه على اصولها، طبعا على طريقه امي الله يرحمها. بسم الله. هنا عندي كيلو سميد رقيق فان، سمول فان، رطب كما نقولوا رطب. وهنا الكسكاس نحط سلفيته تاع الاكل بصح نظيفه هذه، باش نفور بيها، عفوا نفور فيها السميد الرطب. بسم الله. نفرغ الكيلو تاع السميد كامل هنا. نغلق عليها مليح. نغطيها بالملح تاعها. وهنا حطيتها تفور. هي بدات لا فابور كما تلاحظوا. الزجاج تاع المخطر راهي فيه لا فابور، يعني البخار. ملاحظه باش نقول لكم، يعني السميد حطيته الفور باش تنحالو هذيك الخطوره تاعو، تكون خضر هكا، تنحالو الخضوره هذيك. ومن بعد نزيد نحطو في المقلاة، نحمو شويه برك. يقول لك طمينه بيضاء، ما نحموش كيما تاع الطمينه تاع الغرس. هذا تاع الطمينه باش نديروها فيها الغرس ولا دير فيها البسيسه. وهذه التفويره اللي نديرو فيها تاع الطمينه بيضاء. وهنا كما تلاحظوا راهي في الكسكس. دوك نفرغها ونخليها تبرد تماما. ها راح نهز فيها نفرغها في القصعه. بسم الله. هذه لا فابور، سمحوني. نفتحها بالمغرف، لازم نفتحها كامل ونخليها تبرد تماما. راهي سخونه، لازم تفتحيها. ما تخدميهاش طمينه وهي السميد سخون. ونزيد نذكركم باللي السميد يكون رطب رقيق. ونسيت ما قلت لكمش الوقت تاعها، تحط تقريبا نص ساعه ولا نصف ساعه هي تفور. وهنا يا دوك نصيرها باش نحي لها التكتلات هذه. هذا باش نحيهم. وهذا السيار تاع امي الله يرحمها. شوف كيف يخرج صافي السميد هكا، ما فيش تكتلات ولا الكعاب كريات، شكل يخرج صافي. الله يبارك ما شاء الله. لازم يبرد تماما. راهو سخون. نرجع لكم نحيو الخطوره شويه تاني، شويه باك نحمرو. هذيك نقولوا لها الطمينه البيضاء.
لازمش تحمروا السميد بزاف، لان كيما نديروها تاع الغرس ابين تحمروه، نحالو هذيك الصفورة تاع السميد او البيوضه. نحمر شويه برك ونرجع لكم. والان بعد ما حمصت شويه السميد تاع الطمينه البيضاء، نفرغو في القصعه او الجفنه. وهنا بعد ما يبرد تماما نعطيكم الطريقه الطمينه البيضاء. نشوفوا هنا كاين فرق بين الطمينه البيضاء وتاع الغرس. هنايا شوف حمرته مليح وهنايا ابيض. شوفوا كاين فرق يعني تاع الغرس. ولا هنا تقدروا ديروها كي البسيسه، هنايا ديروها كيما البسيسه، تحطوا لها الزبده والعسل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنا راح ندير لكم طمينه البيضاء سكيكديه على اصولها ومولاتها سكيكديه. انا حطيت تقريبا 200 غرام تاع زبده. بسم الله. هنا ملعقتين تاع سكر، ملعقتين تاع الشاميه او الكاكابيجو، قرصه ملح، ومن بعد نخلطهم بالخلاط الكهربائي. بسم الله. حتى نرجعها كيما لا بوماد حتى تبيض مليح مليح. وتكون الزبده خرجتيها تكون بحراره المطبخ. وهنا ملاحظه الطمينه البيضاء كانت كما كنت نشوف امي الله يرحمها كانت تحكها بين يديها في القصعه تاع الحطب. وحنا دوك طورنا وعندنا الباتور، ما كان عندنا باتور ولا ميكسور ولا اي حاجه، الخلاط باش نقصوا علينا الوقت. هما بكري كانوا يحكوها بين يديهم حتى تطلع بيضاء. ميم السميد ما تحمصوش بزاف، شويه شويه تفوروه الساعه كما شتيوني، بعد تحمصوه شويه في المقلاة. وهنا ديروا الزبده الشاميه وملعقتين تاع السكر تاع الكاطو. هنا بعد ما درتها بالباتور رجعت بيضاء كما تشوفوا، كما تلاحظوا كريميه بيضاء كما لا بوماد. نضيف لها ملعقه عسل حر. نتوما تحكموا في الذوق، اذا كانت تكون حلوه بزاف. كاين ناس ما تحبش حلوه بزاف. وهنا نبدا نضيف في السميد. قلت لكم حمصته شويه برك. بسم الله.
للتذكير باش نقول لكم هاي ولات كريميه. كذلك هنايا السميد راهو تقريبا بيض، هذيك يقول لك طمينه بيضاء. وبين الفرق كي نديرها كيما البسيسه او نديرها بالغرس. ها الفرق، شوف هادي تاع الغرس ولا ديرها بسيسه. ونزيد نضيف تدريجيا بين ملعقه نشوف. وهنا نشوفوا القوام تاعها، نخليوها طريه حتى من بعد تزيد تشرب، وبعد نشكلها في الصحن التقديم. ما زالت شويه نزيد لها. حتى نتحصلوا على هذا القوام، وزيد تنشف معنا. نخليها ترتاح واحد 10 دقائق، وبعد نطرحها في الصحن اللي نقدم فيه. لازم تحكوها بين يديكم مليح باش تجي ملسه. وهنا حطيتها في الصحن التقديم باش نطرحها بعد ما شربت، قعدت 10 دقائق شربت ليدام باش تقدر تشكلها. بسم الله. نعدلها بالملعقه او المغرف. زادتها نقص فيها على شكل مربعات، بصح ندير نقلب الموس، ندير خطوط برك ما نقصهاش خلاص. على شكل مربعات. هكا ونشكل بالموس. بسم الله. وزيد نديرها هكا، وزيد نديرها هكا. نضغط على السكين باش تخرج الرسمه. راني نصور بيد ونخدم بيد. زين ندير العمليه. على شكل وردات. قربتها بالضوء الشمس يعني. نقعد ديكور، كل واحد على حسب مقدوره. تقدروا ديروها تاني الكاوكاو او جنجانيه، كاين يدخلوا عليها، بصح انا خليتها على اصولها هكا. وهنا حطيت لها الوردات كما تلاحظوا. كل واحد يحط اللي يحب الشكل، على شكل وردات او حبيبات او عقاش.
كل واحد والاختيار تاعو باش يحط الديكور او الشكل اللي يبغيه. انا حطيت وردات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ها هي الطمينه السكيكديه البيضاء على اصولها. شاهدكم في الجنه. من فضلكم تعليق شباب كيما نتوما. بارك الله فيكم. من فضلكم دعوتكم الوالدية بالرحمة إن شاء الله في جنة الفردوس الأعلى لجميع موتى المسلمين آمين يا رب العالمين، وأجركم عند الله. الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله. صلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. أشكركم جزيل الشكر اللي قعد معي حتى الأخير. بارك الله فيكم. مع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله.